بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الأول كده يا حبايب قلبي، عايزاكوا تحطوا لايكات كتير لأجل عيون العروسة. تمام. ويعني عايزاكوا، يعني يا ريت يا ريت، مع اقول ايه، مع كل الاحترام والتقدير لكلكم وكل اللي بيشوف الفيديو يحط لايك. تمام، عشان نبقى متفقين كده، لان اللي بيشوف الفيديو بيشوفه ما بيحطش لايك. المهم، هنا بقى ده الجزء الثاني من ايه، من الفيديو اللي انا كنت عاملاه قبل كده واللي هو تجهيزات لكتب الكتاب. فطبعا احنا هنخش بقى على الجزء العملي، وندخل ايه ونسمي بالرحمن كده ونصلي على النبي ونقول ايه بسم الله، علشان إيه طبعا هيبقى في مسؤولية وما شاء الله، يعني عاملين ولا اكننا رايحين نعمل اكل الفرح. الخلطة ديت اسماء بتعملها علشان اسماء دي بنت عم العروسة، اختها الكبيرة يعني. فبيعملوا الخلطة عشان نحشي. وطبعا الخلطة ديت ما كفتش، ورجعنا عملنا خلطة تانية، لان انتوا مش ما شاء الله شايفين الكميات ما شاء الله. وكل واحد طبعا ماسك له حاجة، او كل واحد مخصص نفسه في حاجة بيعمل فيه. اللي بيعمل ورق عنب، واللي بيعمل بتنجان، واللي بيعمل كوسة. يعني كل واحد ماسك حاجة بيعملها. الجماعة هم قاعدين في الصالة، وكل واحدة يعني مش هنقول تخصصات، بس كل واحد ربنا يفرحهم يا رب بأولادهم. كل واحد بيعمل من ناحيته حاجة. تمام كده. فما شاء الله ما شاء الله الكمية المحشي كانت كبيرة، وكانت محتاجة ايادي كتير، علشان كده كل واحد بقى يعمل مصلحة من ناحيته. وطبعا زي ما انتم شايفين عاملين فرشة، او يعني في ارضية الحلة وكده مقطعين طماطم. يعني مش كل الحلل زي بعضها، بس في اللي مقطعين طماطم وفلفل وبصل. دي الفرشة بتاع الحل. كنت هنا بقى في المطبخ في لحمة. يعني انا ما شوحتهاش، انا متعودة اشوح اللحمة معاكم. المرة دي بقى غلينا المية وسقطنا فيها اللحمة، وحطينا طماطم وبصل وجزر وبهارات بقى فلفل. واللهم صل على سيدنا محمد. وكان ورق لورا وحبهان إيه وقرفة وبهارات لحم. تمام تمام. وسيبناها بقى مع نفسها وجينا طبعا هنعمل فراخ. برضو غير الفراخ اللي احنا تبلناها وحطيناها في الفريزر من بالليل. كمية فراخ تانية، علشان برضو احنا هنحتاج شوربة كتير نسقي المحشي ده. فطبعا الفراخ مغسولة ومتنضفة ومتقطعة ومتظبطة وكله تمام، ومعاهم بطة. فمسكتهم برضو شوحتهم بقى المرة دي، وحطيت عليهم برضو بصل طماطم بهارات بقى فلفل، بهارات مشكلة، بهارات فراخ، وايه وظبطناهم كده، ويعني وتمام التمام. وحطيتهم بقى يتشوحوا، وده كان منظر اللحمة يعني اللقطة اللي عدت دي. شفتوه بقى، كان ما شاء الله شوية شوربة تمام التمام. كل ده لاجل عيون العروسة. المهم هنا الجماعة بقى كانوا يعني كل واحد بيحاول يعمل بقدر الإمكان من ناحيته، علشان يعني ما نتأخرش، وعشان طبعا الناس جاية غريبة ويكون الوقت ما ياخدناش يعني. فعشان نقدر نخلص قبل وصولهم، او مش قبل وصولهم، يعني هم كده كده برضو ما كانوش الا بعد الكتاب ما اتكتب. علشان عما الدنيا كلها اتظبطت، وكل واحد عارف هو يعمل ايه. المهم، كنا هنا بقى طبعا عايزين الفراخ اللي لو فاكرين، يعني الفراخ اللي اتبلت من بالليل وحطيناها فين في الفريزر. فطبعا لازم نعمل لها حاجة، مش هنرصها في الصينية كده، عايزين لها فرش. فجبنا كمية بصل برضو وقطعناها جنحان كده، او ايا كان انت عايزه تعمليها ايه. المهم قطعناها جنحان. وبرضو نفس الحكايه فلفل زي ما انت عايزه، برضو يعني اللي انت عايزاه، عايزه تقطعيه بتاع طرنشات او جنحان او اللي انت عايزاه. إيه،
جبتها هنا برضو قطعتها جنحان، البصل والفلفل، وجبت برضو معاهم تاني، اللهم صل على سيدنا محمد، جزر، ومعاهم كمان قرنين بقى شطة كده حاميين. دول حسب الرغبة، اللي عايزة يعملهم واللي مش عايزه هو حر. بس دول قلت يعني يدوا طعم شوية كده، يعني يدوا شوية شطشطة كده للفراخ. كان هنا بقى الفراخ اللي هي حطيناها تتشوح دي، كانت اتشوحت وتمام، وغلينا ميه وسقطتها عليها كده، نزلتها عليها علشان قلت لكم نسعف في الوقت، او يعني ما ناخدش وقت كتير، فنزلنا عليها الميه. لو كنت بقى برضو اللي شاف الفيديو بتاع امبارح فاكرين الصلصة، او الفيديو يعني اللي كان قبل ده، الصلصة اللي كنا عملناها او ام يوسف كانت عاملاها، خدنا بقى منها صلصة ونزلنا فيها في الكفتة، وزودناها شوربة ومية، وقلنا لها مع نفسك كده على النار اهو، يبقى صنف وخلصنا منه برضو يعني، هم ونزاح زي ما بقول. فهنا بقى كنا بشرت برضو جزر مع مع البصل والفلفل اللي قطعناه، وحطينا طبعا عليهم ملح وفلفل اسود وكزبرة وكمون وبهارات فراخ، واللهم صل على سيدنا محمد، وكمان دبس رمان. دي كانت هنا بهارات الفراخ. ورجعنا حطينا البهارات 7 بهارات، وكمان دبس الرمان، ونقوم جايين خلطين بقى الخلطة دي كلها على بعضها كده، يعني اقول مع بعض كده، يبقى اجمالي دبس الرمان اللي حطيناه في في الفراخ المتبلة، وهنا حوالي كده كوباية او مج من اللي هو بتاع الشاي ده، يعني قسمناه نصين على الفراخ، واحنا بنتبلها ونحطها قبل ما نحطها في التلاجة. وكمان حطينا حبة على الخلطة دي عشان كلها تبقى شاربة من بعضها، وكلها يعني تديلها طراوة ومزازة كده وطعم وريحة ما اقولكوش. جربوا بس الطريقة دي وعلى ضمانتي. وبعد ما هنا بقى بعد ما خلطناها كده وظبطناها، هنجيب بقى الفراخ اللي انتوا فاكرينها، لو فاكرين يعني، اللي بيشوف الفيديوهات وما بحطش لايك يبقى اكيد مش هيفتكر الفراخ كانت محطوطة فين. الفراخ المتبلة ومحطوطة في التلاجة من امبارح، جبناها بقى وفرشت الصينية من الخلطة اللي احنا عملناها دي. وكمان جبت الفراخ دي وجبت الصدور وحطيتها كلها في صينية واحدة. يعني انا حاولت بقدر الامكان ان انا اطلع الصدور كلها، علشان طبعا كلكم عارفين ان الصدور بتاخد وقت اطول من الفراخ في التسوية، وعايزة وقت، وتبقى على نار هادية كده، علشان ما تستويش من فوق ومن جوه تفضل فيها حاجة يعني. وطبعا دول ناس جايين ضيوف، فما ينفعش يبقى موقف مش لطيف او مش حلو لو الفرخة مستوية من فوق ومن جوه لسه، او فيها اسفة يعني حاجة من جوه. بس هي مش هيبقى فيها حاجة، لان انا مسكتها بالسكينة كده وعملت لها فتحات من عند المفصل بتاع الكتف اللي هو بتاع الجناح. فالمفصل ده طبعا هي بايته طول الليل في التتبيله دي، فحاولت بقدر الامكان اني ما يبقاش فيها طبعا مش هيبقى فيها اي حاجه من دي، كل التتبيله هتخش وتكون متغلغله في كل حته، في سواء في الورك او البتاع الكتف او اللي هو الصدر يعني. وانا بفتح الوراك برضو بحاول، او الصدور برضو بحاول بقدر الامكان ان انا كنت افتح من تحت الجلد، يعني انا سايبه الجلد سليم علشان اما يبقى الكوم كده محطوط يبقى زي منظره سليم، والجلد من فوق سليم، يعني يبقى مغطي الشكل العام وكده. فبرضو وانا بحاول ارص، بحاول افرد كل حتة جلد على الكوم بتاعه او الكتف او الورك، عشان برضو الشكل الجمالي. طبعا هيبقى في ناس غريبة وبتاكل، وطبعا كلكم عارفين العين بتاكل قبل البوق، ده يعني المنظر العام.
المهم هنا بقى ايه بحاول ايه اظبط الصينية دي عشان ايه اخلي برضو على قد الصينية التانية. وهنا كنت بحط الرجلين عشان العروسة هتشوف الفيديو ده. انا كنت حاطه لك الرجلين زي ما وصيتيني اهو. قلنا نسلقهم يا بنتي مع الفراخ اللي بتسلق، وقالت لا انا عايزاهم مشويين. فهي اللي كانت عايزه الرجلين المشويه، وهي يا عيني لا كلتهم لا مشويين ولا مسلوقين. يعني على ما جت ما خلصت السيشن والكلام ده كله، جت ما لقتش حاجه من دي. فبألف هنا للي كل حاجه. هنا بقى ظبطت الصينيه ديت وخليتها تمام، وهنقوم جايين ايه مدخلينها الفرن. ونقوم جايين برضو مغطيين الطبق اللي فيه الفراخ التانية. ونقوم ايه على ما ديت ايه نخلص من الفرن ايه من دي، من الصينية دي تخلص يعني. وبعد كده نرص التانية ونحطها. ف وجينا حطينا برضو شوية زيت على الوش كده علشان ايه يدوا ايه تلميعة للفراخ، وبرضو ايه يدوا لون. هنا بقى كان يعني كنا بدأنا ايه في تسوية الأكل. بس اللقطة دي بقى يعني معلش هي سابقة دي متأخرة. احنا كنا كلنا فطرنا يعني قبل ما نبدأ تسوية ايه المحشي. فهم البنات كانوا عملوا كده وقالوا ايه اهو بالمرة ايه فرجوهم يعني احنا عملنا فطار. قلت لهم ماشي. وكان شكل منظر يعني كان شكل الفراخ في الفرن شكله حكاية. وهبقى اوريكم الصينية التانية لما تطلع من الفرن. هنا برضو كانت الفراخ المسلوقة والبطة كانوا استووا وطلعتهم من الشوربة عشان طبعا ما يتهروش في الشوربة. وكانت دي حلة الفلفل. وكان برضو منظر المحشي وهو ايه بيستوي. وام يوسف كانت عاملة ايه رز بشعرية، وكان لسه هتنزل عليه بالشوربة او بالمية. دي كان بقى صينية الوراك. انا قلت لكم انا حطيت الصدور في صينية لوحدها، ودي الصينية بتاعت الوراك. وكانت ايه استوت وكده كله ايه استوى وجاهز على الاكل. ما عادش ايه استنينا بقى طبعا اما كل حاجة تخلص وكتب الكتاب يتم. وبعد كده ايه نبدأ في التحضيرات او اللي هو الرص السفرة. فكانوا ايه ده عملوا دول اخر سفرتين اللي قدرت ان انا اصورهم، يعني اللي انا لحقت ان انا اصورهم. لان كنت طبعا ملبوخة جوه في المطبخ، واقول يا جماعة يا ولاد حد يصور لي، البنات مكسوفة تطلع تصور. وابن اختي هو اللي طلع صور لي علشان ايه قال لي انت عايزه منه ما، قلت له عايزه حد يصور لي. فيعني يا رب نكون عملنا الواجب وقد المسؤوليه. واللي يشوف الفيديو يحط لايك بقى كده، ويعني ما يحسسنيش ان انا شفاف. ماشي وصلوا على النبي.